في جديد قضية انفصال اللاعب المغربي أشرف حكيمي وهبة عبوك، كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن عبوك أصيبت بصدمة بعد علمها بأن ثروة أشرف بأكملها باسم والدته، وهو الأمر الذي أدى إلى تغيير جذري في شروط أي تسوية محتملة للطلاق. وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن الفريق القانوني لهبة يطالب ب10 ملايين يورو لتسوية قضية الطلاق، بينما يعرض عليها أشرف 2 مليون فقط. من جهتها، نقلت صحيفة لا فانغارديا الإسبانية أن الممثلة قررت رفع دعوى قضائية ضد زوجها السابق بتهمة الاحتيال وسوء إدارة أصول الزوجية. هذا ويشار إلى أن تقارير إعلامية إسبانية نقلت قبل أسابيع خبر نقل حكيم لثروته لوالدته، وهو الأمر الذي شكل صدمة لزوجته. وفي خبر آخر، كشف موقع أفريك أنتليجونس المتخصص في الشؤون الفرنسية الإفريقية أنه تم إلغاء زيارة كانت مبرمجة من لدن وفد برلماني فرنسي للمغرب، وقال ذات المصدر إن وفدا برلمانيا من مجلس الشيوخ الفرنسي كان من المفترض أن يزور العاصمة المغربية الرباط أواخر شهر أبريل الجاري، لكن وزارة الخارجية المغربية قررت خلاف ذلك. وتمر العلاقات المغربية الفرنسية منذ مدة ليست بالقصيرة بأزمة لم تعد صامتة بفعل ما رشح عنها من معلومات وما أفادته مؤشرات متنوعة تعبر عن عملية شد وجذب حاصلة بين البلدين، ولعل أبرز ما يفيد في ذلك رفض أغلبية طلبات التأشيرات المقدمة إلى القنصليات الفرنسية من طرف المغاربة الراغبين في السفر، وأغلبهم كانت فرنسا وجهتهم المعتادة، مما شكل صدمة للوبي الفرنكوفوني نفسه في المغرب. لكن هذا يبقى مجرد نقطة برزت إلى السطح وتحيل إلى أزمة أعمق لها أسبابها وخلفياتها المتراكمة، وهي عديدة أبرزها موقف فرنسا الغير الواضح من ملف الصحراء. وفي خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن إنجاز المنتخب الوطني في كأس العالم بقطر ساهم في إشعاع المملكة على المستوى الدولي، كما شكل حملة تواصلية متميزة لفائدة بلادنا. وذكر أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء أن كأس العالم أثار اهتماما غير مسبوق بالمغرب، ولا سيما في صفوف المشاهير وصناع الرأي الذين شكلوا 40% من الأشخاص الذين تحدثوا بشكل إيجابي على المغرب. كما ذكر اسم المغرب ملايين المرات، وتم تسجيل أزيد من 130 مليون تفاعل مع محتويات المغرب من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا التفاعل الإيجابي يتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع السياحي ولحظة تاريخية للانفتاح على أسواق جديدة.